documenting your process. وثق البروسيس بتاعتك عشان لما تيجي توثق البروسيس بتاعتك هتبقى بالنسبة لك ديلي روتين أو روتين يومي أو عادات يومية أنت بتعملها. طيب بس وأنت بتوثق محتاج إن أنت توثق أو تدوكيمنت كل حاجة. خلينا نتكلم عشان نبقى عقلانيين. لا، هو احنا محتاجين البيج فيزز في البروسيس هي اللي تعمل لها توثيق. هو بيبقى في عندك ستيبس وسب ستيبس او سيكونس وسب سيكونس او بروسيس وسب بروسيس. الستيبس الصغيره دي متغيره، ما ينفعش تبقى ثابته، ما ينفعش تبقى ثابته من عميل لاخر، هي كل عميل وليه سب بروسيس ليه. تمام. فعشان ديكومنت البيج فيزز بروسيس، خلينا عشان نفهم اكتر ايه هي صور البيج فيزز بروسيس بالنسبه لنا. اول حاجه البروسبكتنج فيز. البروسبكتنج فيز دي اللي احنا كنا بنتكلم فيها، اللي هي معرفه اصلا العميل بوتنشال من عدمه. بعمل الكول، بشوف الديسيشن ميكر او بعدي الجيت كيبر، بعد كده بوصل للديسيشن ميكر، بعد كده ببدا اتناقش معاه لحد ما افهم مدى جديته مدى احتياجه، اعمل كونكشن معاه يعني، وابدا افهم مدى احتياجه للبرودكت والسيرفيس اللي انا بقدمها. دي تسمى البروسبكتنج فيز. الكونكشن فيز، خلاص فهمت ان هو بروسبكت وعنده احتياج، ابدا اعمل معاه كونكشن وابدا افتح معاه ادوات اتصال كبيره وابدا اعمل معاه ميتنج واثنين وثلاثه. انسايد فيز. انسايد فيز دي بقى المرحله بتاعه البصيره، اللي هو انا داخل بقى هبدا اعمل بنتريشن، ابدا افهم اكتر عنك بعد ما عملت بروسبكتنج وعرفت انك بوتنشال، وبعد ما عملت كونكشن وعرفت ان انت عندك احتياج فعلا للنيد بتاعتي، هبدأ أخش أفهم بقى المشاكل اللي موجودة عندك، التعمق بشكل كبير في المشاكل اللي موجودة عند العميل. بعد كده الدليفري فيز بقى، ايه اللي هي ايه الدليفري فيز اللي هي الدليفري المقصود بيها تقديم السولوشن. انا هقدم لك السولوشن بتاعي، يلا شوف بقى السولوشن ده بالنسبة لك تمام ولا مش تمام. شوف بالنسبة لك السولوشن ده هو اللي هيفيد النيد بتاعتك ولا مش هيفيد النيد بتاعتك، هو اللي هيفيل الجابس اللي عندك ولا مش هيفيل الجابس اللي عندك. في المرحلة بتاعة الكلوزنج فيز، هنا مش المقصود بيها الكلوزنج بتاعة البيعة، المقصود بيها كلوزنج اللوب. في الآخر احنا بنعمل كل الستبس بتاعتنا على أساس إن احنا بنقدم سولوشن، احنا فاهمين ده ومتفقين على ده. مش بنتكلم في كلوزنج السيل، احنا بنتكلم في كلوزنج اللوب. خلاص احنا عملنا بروسبكتنج وعملنا كونكشن وفهمنا المشاكل بتاعته وابتدينا نقدم السولوشنز بتاعتنا، وخلاص عملنا كلوزنج اللوب ان احنا عملنا الفاينانشال بروبوزل وبعتنا الفاينانشال بروبوزل. بعد كده الفولو اب فيز بقى اللي هي الاسكينج فور بزنس. احنا خلاص انت هتشتري مننا ولا مش هتشتري مننا. هنا مرحله الاسكينج فور بزنس، هنا مرحله البيع. من مرحله 1 لمرحله 5 او من فيز 1 لفيز 5 احنا مش بنبيع، احنا بنفهم عشان نقدم سولوشن. فيز 6 هي الفيز بتاعت البيع، هي اللي بنبيع فيها. بنفولو اب عشان ناسك فور سيلز، بنفولو اب عشان ناسك فور ريفيرالز. هي دي فكره الفيز رقم 6. فاحنا كده عملنا دوكيومنتيشن للفيزز الكبيره. كل فيز بقى جواها اصلا يعني جواها سب بروسيس، كل بروسيس تحتيها سب بروسيس. احنا ما انت بقى كريتها انت ما بينك وما بين نفسك، مختلفه ما بين عميل والاخر، ما بين كل عميل والتاني في اختلاف في السب بروسيس. احنا في البروسبكتنج بروسيس مثلا بنعمل بروفايلنج على الاكونت، وبعد ما بنعمل بروفايلنج على الاكونت بنجيب كونتاكت، وبعد ما بنجيب كونتاكت بنبدا نجيج مع الكاستمر بعد ما نحدد البرزنتيشن بتاعتنا ونحدد الكول فلو بتاعتنا هتبقى ماشيه ازاي. اول بقى ما نخش على المرحله التانيه بتاعت الكونكشن بنعمل اتصال، وبعد ما بنعمل اتصال بنوصل للجيت كيبر، وبعد ما بنوصل للجيت كيبر بنعدي الجيت كيبر. دي سب بروسيس اللي انا بحكيها، سب بروسيس جوه الاصل، جوه البروسيس الكبيره. الانسايت فيز بنعمل ميتنج واثنين وثلاثة، كل ميتنج اولاني وبعد كده ميتنج برزنتيشن وبعد كده ميتنج بنتريشن وميتنج بعد كده عشان نبدأ نعمل الدليفري فيز بتاع السولوشن. والدليفري فيز بقى اللي احنا بنقدم فيه السولوشن، بنتكلم في تفاصيل السولوشن تكنيكالي، بعد كده بنتكلم في تفاصيل السولوشن فاينانشالي، بعد كده بنتكلم في تفاصيل السولوشن من وجهة نظر البيزنس. في الكلوزنج فيز بنبدأ بقى نيجوشيت مع العميل الدليفري تايبس بتاعتنا والتايم لاين بتاعنا في التسليم عشان نقفل اللوب ونوصل في الاخر ده الفاينانشال بروبوزل بتاعتنا. الفولو اب فيز تحتيها حاجات برضو، فولو اب عشان ناسك فور بزنس او فولو اب عشان
ان اسك فور ريفيرلز او فولو اب عشان قفلنا البيعه والبيعه تمام وخلاص اشتغلنا مع العميل، فبنفولو اب عشان نبقى كاستمر سيرفيس بالنسبه للعميل ونجذر فيدباك من العميل. هي دي الفكره. ودايما استخدم السيلز بروسيس بتاعتك از ريمايندر ليك، تذكره ليك بالموقف الحالي وانت فين وعايز تبقى فين او هتبقى فين بعد كده. البروسيس يا جماعه هي العصب والروح بتاعه شغلانتك كسيلز. اوعى تخلف عن الكوميتمنت اللي انت مديه لنفسك بان انت تمشي على البروسيس. كوميت يور بروسيس، امشي على الستبس بتاعتك، امشي على الخطوات بتاعتك، حددها. مع الوقت هيبقى عبارة عن روتين يومي ليك بتعمله، وعلى ما بقت روتين يومي ليك بتعمله هتحقق نتائج حلوة وكبيرة وقوية جدا جدا في الشغل بتاعنا كشغلانة سيلز.